المسألة الثانية هي التي اتفقنا قبل قليل على أن نسميها ما بعد 700. القاعدة في تضعيف ثواب الأعمال أنها تكون من 10 حسنات إلى 700 حسنة. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى الجواد جل وعلا أنه يضاعف للعباد الحسنات. يعمل الإنسان عمل صالح فيضاعفه. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في التضعيف العشري: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يعمل الإنسان العمل فيضاعفه له جل وعلا إلى 10 أضعاف ثوابه. جاء في التضعيف إلى 700 قول الله سبحانه وتعالى في مثل من أمثال القرآن، وطريقة القرآن في التعبير وفي الدلالة هي ضرب الأمثال. قال الله سبحانه وتعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله جل وعلا يضاعف للعباد من الحسنة الواحدة، يضاعفها من 10 إلى 700 حسنة. أما الصيام فإن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا مقدار التضعيف، وهذه والله منزلة عظيمة جدا يمتلئ القلب دهشة وانبهار لهذه العبادة العظيمة. في الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعبادة وعدنا الله جل وعلا أنه يضاعفها لنا إلى ما فوق 700 ضعف. اليوم الواحد نصومه أجره أكثر، ليس فقط مثل، أكثر من أجر صيام 700 يوم. هذا ثواب عظيم أكثر. الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا المقدار التضعيف، لما؟ ليدلنا على أن الأمداء الواسعة الفسيحة لمضاعفة الثواب لا تحصر ولا تحد، وهو الكريم سبحانه. هذا الذي يقوله الجواد سبحانه، الذي ضاعف بقية الأعمال من 10 حسنات إلى 700 ضعف. ولماذا؟ يعني أهل العلم يلتمسون أن معنى هذا هو بسبب أن الصوم أصله هو عبادة الصبر، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب. شعيرة الصوم هي عبادة الصبر، فأجرها بغير حساب. بل كان أهل العلم إذا تكلموا عن تفسير هذه الآية جعلوها هي عبادة الصوم، وقد تكون أيضا هي ما بضرب الأمثال، لأن تفسير السلف كثير منه على طريقة ضرب الأمثال. فنحن الآن مقبلون على عبادة عظيمة أضافها الله إلى نفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى الجواد أن تضعيف ثواب هذه العبادة يتجاوز 700 ضعف، فقال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله الله يا إخوان ألا تفوتنا هذه العبادة العظيمة، ألا يفوتنا أن نتقي الله في الصيام. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام، وأن يعيننا على أن نتقي الله في هذا الصيام، وأن نصوم إيمانا واحتسابا. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.